على مستوى. نعم، دعونا نذهب إلى زميل جمال جبالي رفقة المدرب الإسباني. جمال إليك. شكرا أيمن. معي إذا يولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا. يولين بون سورتيو أنها قرعة جيدة أم يمكن أن نقول أنها قرعة صعبة مع البرتغال؟ أظن أن قرعة المونديال هي في الغالب صعبة للغاية. سنواجه منتخب أوروبا، بطل أوروبا الحالي منتخب البرتغال، وبعد ذلك سنواجه بالتأكيد منتخبين في غاية الصعوبة مثل منتخب المغرب الذي أقصى منتخب كوت ديفوار من التصفيات بالتأكيد، وبعد ذلك منتخب الإيراني بالتأكيد كان من أول المتأهلين للمنتخب، لم يستقبل أي هدف خلال مرحلة التصفيات، ولديهم مدرب متمرس للغاية يعمل مع الفريق منذ وقت طويل. بالتأكيد نحن سنخوض مباراة في غاية إسبانيا بعد الترشح بالتأكيد، وبعد توليك لقيادة المنتخب تطور كثيرا، والآن أصبح من المرشحين للفوز بلقب هذه البطولة. نحن سنلعب في هذه المجموعة مع بطل أوروبا منتخب البرتغال، وبالتأكيد هم نجحوا في التتويج بلقب هذه البطولة، بطولة أوروبا. علينا أن نخوض كل مباراة بالشغف وبطموح كبيرة، ويجب أن نؤمن بقدرتنا في التأهل وتبوء صدارة المجموعة ثم الترشح في الأدوار. إذا أنت أعجبتك القرعة، لا يمكن أن نقيم حدث. نحن يجب علينا أن نستعد لما وجدناه في هذه المجموعة. بالتأكيد هي مجموعة صعبة للغاية، ولكن هذا هو كأس العالم. كيف تشعر وأنت مدرب منتخب يعد هو المنتخب المرشح الفوز بهذه البطولة؟ هل لديك شغف، طموح؟ لا يمكن أن نستفيد من الإحصائيات أو ماذا يقال. نحن لا يمكن أن نقول أننا مرشحين للفوز بالبطولة أم لا. علينا أن نعمل جيدا، علينا أن نستعد جيدا. يمكن أن نقول أننا لعبنا جيدا خلال مرحلة التصفيات، لدينا حظوظ للمنافسة بقوة على اللقب، لكن من أجل الفوز بهذا اللقب علينا أن نؤدي عملا جيدا، علينا أن نلعب بكل قوة حظا وفيرا. إذا نعود إليك بعد هذه المقابلة مع يولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا الذي أعاد للمنتخب الروح منذ وصوله.